سلام حبيباتي ومرحبا بكم في فيديو جديد من وصفاتي. اليوم جبت لكم وصفة مميزة بزاف اللي هي مسكوتو خفيف وراقي ويجي طالع وبزاف هشيش. الوصفة سهلة وناجحة من أول تجربة، راح تفرحوا بها في المناسبات ولا حتى للقهوة اليومية. خليكم معايا خطوة بخطوة ونتمنى تجربوه وتفرحوني بتعليقاتكم. ما نطولش عليكم، نبداو على بركة الله. لتحضير هذا المسكوتو نجيب وعاء نحط فيه 3 بيض بدرجة حرارة المطبخ، نضيف عليهم رشة تاع الملح، نحاول نطلع شوية البيض مع الملح غير شوية فقط. بالنسبة للناس اللي ما عندهمش باتور تقدروا تستعملوا الفوي، ولكن لازم تضربوا مليح. بعد ما نضرب البيض مع رشة الملح نضربه قليلا، نضيف عليهم كاس نتاع السكر. بالنسبة لقياس الكاس المستعمل هو 240 مليلتر. نعمر كاس نتاع السكر العادي ونفرغه على البيض ونكمل نطلع بالباتور حتى يبيض الخليط. هذا هو الخليط اللي تحصلنا عليه بعد ما ضربنا البيض والسكر. كما راكم تشوفوا ولا الخليط ثقيل وكذلك اللون تاعو ابيض. نجيب نصف ملعقه كبيره من الفانيليا، تقدروا تستعملوا ليكيد ولا بودره. نحط لافاني ونضيف عليها كاس ناقص اصبع من الحليب. بالنسبه للحليب لهنا بزاف تسقسيوني بالنسبه للكيك المسكوتو، انا تجور الحليب اللي نستعملو ندفيه قليلا، ماشي تسخنوه وانما تدفيوه قليلا، ودي فوا نستعملو كي يكون يعني في درجه حراره المطبخ، لانه الحليب اللي هنا كي تدفيوه راح تتحصلوا على مسكوتو يجي بزاف خفيف. نضرب الحليب مع البيض والسكر ولافاني. بعد ذلك نجيب نص كاس نتاع الزيت، والزيت هنا راح نضيفه غير بشويه، يعني نضيفه مضرب، نضيفه على 3 أو 4 دفعات. ايضا سر اخر من اسرار انه المسكوتو تاعكم يجي خفيف، لازم الزيت يتضرب مليح مع الخليط. سر اخر اللي راح يعطينا هشاشة وخفة للمسكوتو هو 2 ملاعق كبيرة معمرة من لا مايزينا اللي هي نشاء الذرة. نغربلهم ونحطهم كما راكم تشوفوا الملعقة. استعملت الملعقة الكبيرة كامل في المطبخ، عمرت بها 2 ملاعق من النشاء. نزيد على النشاء كمية من الفرينة. بالنسبة للفرينة لهنا حطيت 11 ملعقة معمرة مليح من الفرينة. كما راكم تشوفوا الملعقة ماشي تكون معمرة بزاف، وإنما تجي مقبة فقط بالفرينة. نحط 11 ملعقة. وإذا حبيتوا تكيلوها بالكاس ديروا 11 ملعقة نتاع الفرينة شحال تجيكم بالكاس، ونحط معها باكي ونص تاع الخميرة اللي هي 15 غرام من الخميرة الكيميائية. في هذه المرحلة راح نستغنى عن الباتور وراح نبقى نخلط غير بالفوي. وحبذا انه كامل المكونات الجافة تغربلوها دايما كي تحضروا كيك مسكوتو جينواز، دايما غربلوا المكونات الجافة تاعكم حتى تتحصلوا على نتيجة مليحة، وتتحصلوا دائما على خليط اللي يجيكم خفيف وكذلك هشيش. راح نبدأ نحرك بالفوي غير بهذه الطريقة. شوفوا كيفاه تحركوا، يعني ما نكثروش تحرك بزاف، لأنه إذا كثرتوا تحرك بزاف راح يجيكم مسكوتو تاعكم معجن. كي نضمن باللي خلاص تحركت المكونات ديجا حنا مادام غربلناها، يعني راح تكون سهلة التحريك ومايش راح تجي فيها هذيك لي غومون، يعني نحرك بسهولة. وفي الأخير راح نضيف عليهم ملعقة كبيرة من عصير الليمون. من الأحسن ديروا عصير الليمون. على بالكم كي ديروا عصير الليمون راح تحسوا باللي المسكوتو تاعكم راح يبقى مشمخ لأطول مدة، يعني ما يجيش ناشف الداخل. ولكن إذا ماشي متوفر عندكم عصير ليمون تقدروا ديروا كما أنا غير ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.
هذا هو الخليط اللي تحصلنا عليه كما راكم تشوفوا، ماهوش ثقيل وكذلك ماهوش خفيف بزاف. هذا هو المول اللي راح نفرغ فيه الخليط. راح نعطيكم سر آخر من أسرار الحصول على لون يكون شباب للمسكوتو، هو المول تاعكم ما ديرولوش الفرينة، دهنوه غير بالزبدة. أنا دهنته بكمية مليحة من الزبدة، بعد ذلك فرغت الخليط. أما بالنسبة للطياب كيف راح نطيبوا هذا الكيك ونتحصلوا على كيك منفخ ويجي طالع وعالي بزاف، هو انه الفرن ما رانيش مشعلته من قبل. يعني لهنا غير فرغت الخليط في الصينية، شعلت له للفرن حوالي فقط 3 دقائق أو 4 على نار جد قوية. دخلت المسكوتو وكي دخلته مباشرة نقصت له وخليته يطيب. بالنسبة للطياب كل واحد على حسب الفرن تاعو، على 160 درجة. أنا دالي حوالي 25 دقيقة. بعد ما طاب مليح من الأسفل شعلت له من الفوق دا لون دوغي، وكي خرجته خليته يبرد شوية. بعد ذلك قلبته كما راكم تشوفوا، تحصلت على مسكوتو بزاف خفيف. راح ندهنوا لهنا بالمربى نتاع المشمش، ندهنه مليح من كل الجوانب وكذلك من الأعلى. أما بالنسبة للتزيين فيبقى اختياري، كل واحد ومقدوره كيف يقدر يزين. أنا رشيت عليه فقط شوية نتاع البيستاش، وهكذا نكونوا كملنا وصفة اليوم. مسكوتشو راقي وخفيف ويليق لكل المناسبات. إذا جربتوه شاركوني رأيكم في التعليقات، وما تنسوش تدعموني باللايك وتشتركوا في القناة باش يوصلكم كل جديد. نلقاكم إن شاء الله في وصفة جديدة. دمتم في رعاية الله ومع السلامة.